واليوم راح نحكي له لبشار بما انه بده يخلص مني وعم يعمل كل جهده وبده يقتلني. راح نحكي له وقت اللي امه واخته كانوا بدهم يخلصوا منه، طبعا كانوا بدهم يقتلوه. هو اكيد بيعرف عن الموضوع بس يعني بيجوز راح نحكي فيه. راح نحكي لكم اليوم عن جريمة قتل الرئيس حافظ الأسد. اللي قتلته هي أنيسة مخلوف مرته. يعني في نحكي عن جريمة قتل محمد سليمان مثلا، هالفقير اللي راح بين الرجلين. عماد مغني دول الإيراني كتير كان بيحبوه كذا، فإذا بدنا نحكي عنه. مرحبا. يحيى محمد علي سليمان الأسد، ضابط متقاعد، سرح بال 2011 طبعا بناء على طلبي. راح احكي لكم على حادثه صغيره صارت بيني وبين باسل الاسد بالتسعينات، اوائل التسعينات. كان باسل القائد كتيبي، اعطى امر لكتيبته بالرفع الجهازي القتالي الى علي، وامر الدبابات بالتوجه الى ساحه الكتيبه. وقامت الدبابات بالتوجه الى ساحه الكتيبه. قبل ما توصل على الطريق شاف السياره بي ام محطوطه بنص الطريق، قاطع الطريق. قام قائد اول دبابه بالوقوف، بده يبعد عن السياره. اجت اوامر لا اطلع فوق السياره، وطلعت الكتيبه كلها فوق السياره. طبعا هي السياره الي انا. قام باسل كان عم يصور الشريط فيديو للمشهد الجميل، وطبعا بعته لعندي مع جماعه وقالوا لي مره الجاي رح يحطك باسل بقلب السياره. قلنا له انه الرجال بياخذ باروتو بيلاقي لي. فهي حادثه صغيره.